بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارتم المنتقم الجبار سبحانه هو الحليم والصبور بحلمه بارذ كل كفور أتتكم التوراة والإنجيل وفيما التكريم والتفضيل لفتم على شيء إذا لم تعملوا بما به وصاكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا تحاتي بسنة الماحي غرور يأتي رجاء حب الله محض لرسول صفاحة مع غرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بقفو المصطفى باب النوال نبي صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وصارعوا إلى الهدى فما لنا إلى اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اقتفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وحيسى وجه الله إلينا وقتم مصدقا للكفر والأمر أتم وجهه الله إلينا وقتم مصدقا للكفر والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعده كنصله المهدي يغفر رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيحة من رد حقا باء بالفضيحة جذبتكم بهذه الأبيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيق وبلاء لكافر ومشرك لم يقبل هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن غنى أبدا كونوا إلى الإله تائبين من شرر النيران حاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من ناره سلمتم به أعادي وبه أوادي فهو القدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم نعيم وإنه لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاء كان وما أبى عدم زان وجود والبقاء والقدم شد عقابه على من تلثوا وفي هدى آياته ما بحثوا
رقابهم تقودها السلاسل مطرقين ولهم بلابل قلوبهم تقوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة من نار بقطر وذلة وحار أغلال ذي الجلال في الأحناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الرقوم شرابهم ياتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما لله ذا إحسان غاب به إن لم يتب ذبانية في النار بعد أخذهم بالناصية أرانا على قلوب من قد كذبوا وصلصوا إلى ما كسبوا باءوا بقبض هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وحواء ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة ما ألم إن الذين خلفوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تقوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينفيهم الأموال إذ واجهوا النيران والأحوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي النواهي لكونه حقا وبالأملاك والكتب ورسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا القرب واليتم وأحلى الحاج أراجي جنة بإكسار العمل طائفة نيران بتقصير الأمل رحم ذي مسكنة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نابذ بقل لزكاة موتيا وبالهود والوقود موفيا إن كنت ذا حق وفي البخساء تكون ثابرا وفي الضراء أيضا وحين البدء هذه القصال قتال بالله سادة الرجال أوذبا بصدق والتقى ربهم الذي اتباهم وهدى نقاذهم مرادية مردية أنفاذها دائرة ذكية نفوذهم رادية مرضية أنفاذهم دائرة ذكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاول تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فصعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأتراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم ذي غطاء واسع هداهم إلى الصراط المستقيم بفضله ولا ذم غير نحيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد حدا لهم سراب مثوى كافور حينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مقلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الرداء واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا إذ تبرق
بسندس عليهم قدر بكل مجلس لهم من الله جزاء ننسى هذا جهاد قد يذكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا ربي بفضلك قني والأمة أموالا وكلنا برحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكون وليذكن به إن بغدايا برجالي بدري أني وجدني بخير نصري لك توسلت بجاه المصطفى وصحبي والأملاك كربي يكشفا مطليا علي بالآل مع صحابي ربي دعائي يسمعي لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافنا وصرف عني بأقم عزرائيل أحلى الدعني إني ضيف لك عبد يا قريب قديم عبدك وإنني غريب إني ضيف لك عبد يا قريب قديم عبدك وإنني غريب تبت إليك بالكتاب والحديث فبما أبلي منايا يا مغيث أبلي كون رأي ورسولي وهد بإيلي مع القبول أبلي كون رأي ورسولي وهد بإيلي مع القبيل وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأصياف سحاب ولي أب تسقير جملة سحاب كففت در المشركين أبدا لغير نحوي ليقلد رغدا تقبل مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجحد سيدنا محمد ذي المجد بجاهه صل عليه بسلام وليرد بجاهه كل لئام وجل ولجميع الآل غير صلاة بسلام آلي إلى صحابي وصل بسلام على الملائكة ورسل الكرام نويت هجرة إليك ولا ونصرة كم المرام كلها بالله ورسول وصحابي أرجو آدلا إلى مآبي
يا ربي لي حقق رجائي برسول وسقيني أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا ربي إني لا أكون مشركا بك ليادا فقني من أشركا نجيتني من الذين صلصوا وفي مطاعي وديوني بحصوا وقيتنيهم فلتردهم سرمدا لي ونيرد كل من تمردا أنا الذي كففت عني الأيديا تكرما ففت عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تئيدر وتلك دار تقتلني علي فيهما بما تجوت منك أبدا مغمما يا رب لتجب جاه المنتقى وكل ذي إبادة وذي تقام أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثي فقدني للمآب لك ريادي يا ضمير أبدا لك قديما لنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجد بالعتق والإجابة ليجد بأمتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولتوب بسلام عن نثرف الغدا وكل ما يسوء ولييسر ما استغاء الأنفسهم ليذق دواما غير ما تركتم لوجهك الكريم إن تبتم يسركني واجعلني رباحا وأكبر الرضوان والفلاحا يسرني واجعلني رباحا وأكبر الرضوان والفلاحا يسير كل ما مني صدر غير رداء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار والرسل والأملاك والأبرار بدل جميع سيئاتي حسنات لي وسقل جميع الصلوات من بعد صلاة وسلام عليه في دارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد هاجروا وللذين نذروا وصبروا ذلك هين عليك يا غدير فاتقني ليس عليك بغدير واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بلا التفات يجر لي الخروج منهم قاهرا مؤاجرا لغير دين ناصرا أجب دعائي واجعل القصيدة عبادة مشكورة محمودا لأم كتابي ذا اقتراب في البحور حمدا لربي قديما لنذير قلت ورفقتي رجال قدري أقاتب الأعداء أحلى الغدر قلت ورفقتي رجال قدري أقاتب الأعداء أحلى الغدر روموا إمالة القلوب للأحد أهل الكتاب ولتفارق العدد بارزتم القهار بالمحاربة وصعب والأملاك بالمداربة ألم تروا
الذي خلقكم وصوراكم ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارقوا العين أنزل بالقرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير منذرين لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاتي مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صبي وتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو صمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا أحد وصمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأنا أحمد رسول عابد لأول الرسل والأنبياء أزكى سلامي بلا انتهاء محمد صلى عليه الله قدم المولى على سواه سود فيما مضوا وحضروا وفي الذين تقبلوا فتنصروا أكرم بي عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا أكرم به عبدا رسولا قيدا مقدما على الورى مؤيدا كرم المولى على الكرام ليس يبائي ذو الإكرام يمينه في حال مسلم ندى شماله في حال مجرم ردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير ناس وجه النبي المصطفى خير البشر يقل شمس دعوة حيث ظهر إن الذي لم يرى خير الخيار فهو سفيء لا يفارق البوار بان علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما وردك نبينا المختار لا يبارك فاتبعوا أيها النصارى إن اليهود فردا في موضاك وأنتما أفردتما في ذاك إن اليهود فردوا في موضاك وأنتم أفردتم في عيسى ساءكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف بها قلم المنات بجايه خرج كل قلق من عدم بانفتاق رتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جمعه وعظما بهبي ما لا ينال سواه من لازمه وكفني كل جواب وجهت وجهي إليك سائلا
مطربا إلا النصارى قائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشركوا سألته بالمصطفى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد قديم للنبي ناويا نفعي أقرب وأجنبي وأبلي غير سلوك وأبلي النصر على كل الملوك نظفني اليوم وسقني غدا وبعد منى تفوق عددا وجئني اللهم للمراضي وليثق في أبد أغادي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا قديما ذاردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في دارين جد بخيرك اكتبني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى ومؤني أبي رد لي أعدائي معا وأبلي فمطلبي وفك قبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجر ونصر مع الإله قلت وقصد شكر أنت آدي مقاتبا بجملة الأعادي انطرفوا للغير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا انطرفوا للغير يا نصارى إن لم تكونوا لنبي أنصارا انطرفوا للغير يا نصارى إن لم تكونوا لنبي أنصارا بريت منكم عبدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبد الله مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين ولاقنين لما خير العالمين قربه رب الورى تقيبا حتى غدا قليلا والحبيبا أطب عنه وعن الإسلام بوجه ذي الجلال والإكرام من ساءه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي لحد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم والآل والصحب ذوي النعيم فلا تبشير ننال عافيا بأ وبشرى لا تكون عافيا له نفاق وضلال وحسد وشقاوة يلازم النكد أني يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون ولا لم ياتي وليس ياتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى لظى يصابها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء ولا إلى يطفئ نور الله أعداء بالمكر والأفواء إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين
انطربوا للغيب في الدارين وراقبوا الآرين والنارين ذاك الذي من فضة وذهب كنتم قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوذكم لله ذي الأنام كتبت ذا النظم نصيحة فمن قبلوا كف العذاب والمحن كتبت ذا النظم نصيحة فمن قبلوا كف العذاب والمحن أنتم جميعا قصكم مسندا حقت لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فصارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وأحسنوا واتبعوا المصفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاء أو يمضي ويل لمن مال إليكم مدبرا عن ربي وأنكم لن يصبرا ويل لمن مال إليكم مدبرا عن ربي وأنكم لن يصبرا ويل لمن مال إليكم مدبرا عن ربي وأنكم لن يصبرا ويل لمن مال إليكم مدبرا عن ربي وأنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يتجي وليا أو نصيرا من ظن أني غير عبد الله وغير قادم النبي فسائي من ظن أني غير عبد الله وغير قادم النبي فسائي وجاءني الوآب للبحار وأن قد رضيت ذا شكوري فزت بكوني أبدا قديما لعبدي الذي حوى التقديم وجهت وجهي إلى الإله أقدم عبد وابن عبد الله ناوي نفع أقرب وأجنبي مع الحديث وأجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا احتراب ناوي إجرة ونصر كسحاب هأت في البهور في الثلاثة رب الذي قد ساقني الغياثة هو الحفيظ والمغيث والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوت وهو القريب والمجيب ومن دعا راجيا فلا يقب هب لي يا وأب كوني ذا انقراض في تلك من ينجون من نفس انقراض هب لي يا وأب كوني ذا انقراض في تلك من ينجون من نفس انقراض من علي بجميع ما يسر دنيا وأخرى غير متروك يدر وصل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب ذلل لي الصعاب يا إلهي وثقل لي المنى بلا تناجي أنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ الدارين قطعا ودما هأتك اليوم على ترك جميعا ما قد نأيتني مع المبهم اضرب جميع ما نأيت عنه عني وما قدمت فسنوا اضرب جميع ما نهيت عنه عني وما قدمت فسنوا قبل التقى والصدق والوفاء في أبد وتكفني الأسواء دعوتك اليوم محاحدا إله حول ولا قوة لي يا ذا العلا دعوتك اليوم محاحدا ولا حول ولا قوة لي يا ذا العلا وجيت والذي تركت لرداك وقف عني يا ذا القدر إمويا بكلها اليوم وكن مكملا سري وجري بكن وليت مدبرا عن الحرام
والكري والمشكل في دوامهم اضرب جميعا دواما أني وبك دابا أغنني يا مغني لاجعل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مفدلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله قد تركته مؤمما دلي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشفيع بجاي يحسمني من الرجوع لواجد من أوجد القصوع رجوت أنك تكف عني جميع في أبد بالمن يسر لي الجهد وكل ما تحب وأبدا تقلي كل ما أحب نبذت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناهي فض بكون الله لي وكوني لا مع المختار خير الكون يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أذكى صلاة تصل الألمها أصحابه وكل من تتبعا لكم به وهب لي الكمال وسق بجاهي لي الأعمال بجاهي حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فأبني به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع الدعوات والنيات أما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فاسق إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتدي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أنسي دنيا وأخرى ما خير النسيم ظن النصارى اليوم في الجوار فليرد كرما يا باري رد دواما يا جبار فأنت جاري ونعم الجار رد دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالحد وفي اجعل حمولي ذوي القياد في البر والبر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا قريب وجهني اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريد حتى أكون خير عبد وقدم لك لديك ذا اقتراب يا كريم يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب بكل ما حضر يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب بكل ما حضر نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستقامة فيسر للكتاب اجعل كتابك وما صن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لي أبدا أغنى عن ابتداعي وبما جدني باتباعي بك أعوذ من ركوني لسواه شيء تحبه كنفس وحواه اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي يجعل ذات خير وهدى سق لي ما تحب وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعة وذات بشر وهدى ومنفعة واجعل لي الخير وكف ضررا عني بجاك المصطفى خير الورى لأكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له أني صلاة منك وليغب علما وفهما عنك اكشف لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث والتزل الحجاب كم من إلهي ظاهري وباطني وبالنبي جبني بالكوامن إني
ضيف جاهل غريب وإنك الفتاح والمجيب لفتح وردني إلى دار السلام وبالفهم الناس جميعا يا سلام لك تدارحت وإنني فقير فلتغنني يا خير مون يا قدير ذلي إليك لا إله غيرك يا ربي فكن لي أبدا واحفظني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ستجب لنا ناجيتك اليوم وإنني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد ولست مولودا أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفوا أحد قني في الدارين كل ما يضر وفيما سقلي كل ما يسر وجلي الأم كل ما يفيد واتقني جملة ما ليس يفيد اقدر لي القيور كل ساعة واتقني الأذى وأول ساعة وجي جوارحي وقلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى وجي جوارحي وقلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبت وما أكتبه خيرا هدى محمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكن يجعل خير أجر وصواب لكتب ثوابا في شرابي وطعام وفي ثيامي وقيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها محور الحور هذه قصيدة بها جادلت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بأرضاء المولى فإنه سبحانه بأولى وبالأحاديث بالالتفات لدى شديد البطش وحو منتقم قارب تلدغ كل مجترم من لم يتب لله يا نصارى مسلطا فسيلاقي النار توبى لا بحلق والله أحد لآخر سورة من ذاك العدد توبوا له الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي قد انتهى بعبد الجلال نرني مصليا على الكمال وذيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البراء يا جنتي نبينا صلى وسلم إلى عليه بالآل وكل من تلا نبينا صلى وسلم إلى عليه بالآل وكل من تلا bul fàtte abonné